يا صباح السعادة والهنا والسرور. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني من هنا لآخر الدنيا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. عايزة اشكر كل واحد كتب لي كلمة من قلبه بحب في عيد ميلادي 60. وبجد كان اجمل عيد في عمري الحمد لله. خرجت واكلت الموزة على فكرة، وهبقى اسجل لكم بقى فيديو بخصوص الموزة ان شاء الله. النهارده بقى خارجه مع اخويا الصغير، اصغر اخواتي وليد، جاي لي والله مخصوص بيت معايا وعلشان نقضي عيد ميلادنا، يحتفل معايا بعيد ميلادي. ولسه ريهام هتيجي تحتفل معايا بعيد ميلادي، يعني ما شاء الله رقم برضو مش سهل يعني. 4 مرات عيد ميلاد. ايوه ايوه وليد قول لهم بقى. 3 مساء الخير. عاملين ايه المتابعين الجمال بتوع نونا؟ انا بشكركم جدا. كنا بنزود العجل يا جماعه بس. لا العجل ده لابد منه. وطبعا عيد ميلاد نونا مش اي عيد ميلاد، عيد ميلاد سعيد. لا و60 عاما يا ولاد، 60 سنه عشت كتير قوي على فكره، كده كتير صح يا وليد؟ لا بس بسم الله ما شاء الله، العمر مش بالسنين. ايوه بالساعات الحلوه. بالوقت في ناس بتيجي الدنيا يا جماعه وتمشي ما عاشتش ولا شافت حاجه حلوه. طبعا ده دي حاجه معروفه. ايوه. لا بس عيد ميلادك يا نونا عيد ميلاد جميل وحلو وسعيد، وخلي بالكم انا بعد كده ان شاء الله هطلع معاها في الفيديوهات، هنعمل روايات حلوه ان شاء الله انا وهي. بصوا ده اكتر، وليد ده اكتر شبه ليا. يعني بص نفس ولابس النضاره على فكره. عايزه اضحككم بمناسبه النضاره دي. امبارح هو قاعد جنبي كده على كنبه الانتريه وبنتفرج على فيلم اجنبي سوا، فبقول له وريني كده النضاره دي يا وليد، دي حلوه قوي. قال لي ده انا عاملها جديد، عارفه يا حنان الليزر ما بيخشش جواه. قلت له الله دي تحفه، وريهاني اشوفها كده، فلبستها. قلت له يا ده انا ما شفتش حاجه فيها. قال لي اذا انا كنت انا صاحبها مزغللاني ومش شايف بيها حاجه صاحبها ومش شايف بيها حاجه، فهو لابسها بس كده يعني ايه عشان الشمس، هي بتبقى شمس بالنهار. وعشان ايه وليد تاني؟ وعشان الصداع، يعني الصداع بيروح ما بلبسها الصداع بيروح. ايوه. بس طبعا الوقت الجميل اللي انا بقضيه معاها ومعاكم ده بينسيني اي وجع. خلي بالك لا 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 احنا بجد هو بقاله فترة بيجيلي كده كل أسبوع، حبيب قلبي يقعد معايا. جميل، محسسني معيشني في أيام ماما الله يرحمها وبيتنا. لسه. أنا بقى النهاردة خارجين نتغدى أنا وهو سوا، وإن شاء الله لما نروح المطعم هبقى أكمل لكم الفيديو. صباح الفل، أنا جيت لكم تاني. بصوا النهاردة أنا معاكم مش رايحة أي مكان. بجد المكان هنا تحفة تحفة. أنا بقالي كتير ما نزلتش والله روكسي على فكرة، بس نزلت النهاردة مع وليد. هو عزمني النهاردة على الغدا في كرم الشام اللي ورانا ده. هات لهم كده يا وليد كرم الشام، عامل عروض حلوة قوي يا جماعة قوي. اللي حابب يعني يسأل يقول لي. وبعدين قال لي يا حنان أنا كنت فاكرة النافورة دي كانت زمان في الشارع كده مفتوحه، الناس بتروحوا عليها ويقعدوا عليها. فاتفاجئت انهم عاملين النافوره ليها جنينه وسور وقاعده بصراحه حلوه قوي قوي. والجو انا ست شتويه بحب الشتاء، بعشق المشروبات الساخنه في الشتاء. فطبعا انا بخاف جدا من قطط، هي دي الحاجه اللي قلقاني يعني في القعده. الحديقه دي عامه وبس طبعا زي ما انتم شايفين كده شياكه واناقه ونظافه بصراحه، يعني هي حديقه عامه جدا ورخيصه، اسمها حديقه النافوره. هم سموها حديقه النافوره، هم سموها حديقه النافوره عشان يعني باسم النافوره دي، سمت باسم النافوره دي. يعني هي النافوره اشتغلت اهي، ما كانتش شغاله اما احنا دخلنا، كان لسه ما اشتغلتش لان هم باين هنا بيقعدوا لغايه مثلا 9 مساء 10 مساء، بس هي بصراحه ممتازه. فصوت الميه رهيب، يعني صوت الميه مع الغيام اللي موجود في الجو مع الهواء البارد الحلو، بجد يا جماعه الله يخليك يا وليد، ربنا يفتحها عليك وعلى اولادك
تشوفهم في اعلى المناصب. حبيبتي يا نونا حبيبتي. قلت له بقى يا ريتك تجي لي كل اسبوع كده تخرجني مره كده. ان شاء الله، لا ان شاء الله هنبقى باستمرار وبالتكرار ان شاء الله. هو بيجي لي كل مثلا اسبوع خميس وجمعه يقعد معايا. جالي امبارح بالليل وبات وقال لي يلا بقى ايه نخرج، ومفروض ان احنا هنقعد هنا. المفروض كنا نتغدى في الحديقه دي لان كرم الشام ما فيهوش قعده. بس انا لقيت القطط هنا على كل لون، يعني انا قاعده شايفين بس القطه يا ماما يا جماعه ده ولا القطه، لا انا بخاف من القطط موت موت. برضو بنعرفكم في ان شاء الله بعد كده على التيك توك. هنطلع لايف بعد كده على التيك توك، ونونا هتكون معاكم على طول باستمرار وبكل أيوة لحظه. خلاص بقى وليد هتبقى لايف. هيمسك لي كل الحاجات بقى اللي على السوشيال ميديا ان شاء الله. وطبعا هيبقى فيه ريفيوهات كتير على الاكل وعلى الشرب وعلى الحروب وعلى الحياه عموما وعلى الاسعار وعلى الاماكن الجميله. انا دايما بقول لكم انا بحب الناس قوي وما اعرفش اعيش وهم بيحبوكي برضو يا والله ماما. العظيم بجد بحبكم جدا. ولما بلاقي حد على الفيسبوك حاطط بوست بيتألم زعلان حزين، انا بتوجع اكتر يمكن زي ما اكون الشخص ده او الانسانه دي هي من دمي. انا بزعل جدا لما بلاقي، بفرح جدا لما الاقي حد فرحان. فدي انا طبيعتي كده، تركيبتي كده، ان انا بحب الناس قوي وعشريه قوي. يعني ممكن انزل من بيتي الاقي ام محمد عندنا قاعده على باب العماره اقعد جنبها، ازيك يا ام محمد وازيك. ايوه من تواضع لله رفعه. انا بحب الناس قوي. طبعا ودي حاجه. كلنا مين يعني، وكلنا رايحين فين، وكلنا مهما وصلنا. ده الدعوه بتاعت الاب والام بيقولك روحي ربنا يحبب فيكي خلقه. يعني دي احلى دعوه ان انت تاخديها، ان خلقه يعني الناس تحبك وانت تحبيهم. يا جماعه الحب ما بيتقالش، يعني ما اقدرش اقول يعني ممكن اقعد مع واحده اقول انا بحبك. لا ده الحب ده بيتحس. يعني انا ساعات لما بتكتبوا لي كومنتات، يعني ساعات لما كنت ببقى زعلانه من حاجات واقول لكم الناس كلها بتلومني، يعني تقول لي حنان مش كل حاجه كده على اصحابك وعلى السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. انا في الوقت ده بكون متضايقه جدا وزعلانه جدا لما حد فيكم بيخش يطبطب عليا بكلمه بسيطه حتى عينيا بتدمع. اقسم بالله العظيم انا بحس بيكم جدا، بحس ان انتوا بتبقوا معايا في كل وقت. انت يا نونا عشان قلبك طيب ومتواضعه. الحمد لله والله. مش قوي يا وليد والله. لا انت. هو انا بصوا يا جماعه انا على الله حكايتي. ايوه يعني بصحى من النوم زي ما تيجي بدق لها، يعني بصحى من النوم زي ما ربنا بيوجهك انت بتمشي. ايوه. هي ما بتحسبش ولا بتدبر ولا بتفكر هتعمل ايه النهارده. زي ما تيجي تقعد جنبي كده. ما انا كده ما انا عملت الكاميرا عكستها، شافوني وشافوك، هم عارفين ان انا معاكي في اللايف، فعشان كده مش. انا وانا داخله بقى قلت البنت واقفه على باب الحديقه، مسكت في ايده كده وانجشت قلت لها صوريني معاه. فالبنت بصت لي كده يعني قالت افتكرت ان اللي خدت ولد صغير. شقطه. عايزه تقول لي حرام دي قد مامتك ما تعملش في نفسك كده، بس طبعا ما قدرتش تفتح بقها. فيا حبيبي ده اصغر اخواتي بقى، يعني هو اتولد وانا كنت في تانية اعدادي، انا عندي 14 سنه 15 سنه. كنت بشيله في وسطي زمان وهو صغير وانزل النادي اللي جنب بيتنا العبه والعب معاه. ياما فوليد ده مش اخويا، لا ابني يعني بجد والله. وربنا اللي يعلم. هي حنان بصراحه من صغرها وهي حنينه، يعني كانت بتحتوي اي حد، مش انا بس، اي حد في البيت، اي حد في الشارع، اي حد من ولادها بتحتوي اي حد، حتى الاصدقاء اللي عنده مشكله بيحكي لها بتحتويه، اللي عنده كذا. ليه هي طيبه وهي حنينه. ادي قطه هي يا جماعه عشان ما تخافيش. خلاص لا قوم الشاور. طب خلاص هي مشيت لا يلا نمشي بقى، احنا مضطرين هنمشي. مش هشرب الشاي. لا بيجي لها بيجي لها. ايوه القطط بقى، ان القطط والله غلبانه وطيبه، يعني ما عندهاش. شوف القطه زي الاسد. لا هي بتبقى خلاص تعود. يعني بصوا لو انا قلبي دلوقتي عمال يدق وبعدين بقى خلاص حصل عندي ايه هسس بقى، كرهت الجنينه وكرهت وليد والموبايل.
افضل بقى ايه ابص كرهت تحت اليوم رجلي اللي خرجت فيه. ما هي دي المشكله بقى. وبعدين اي مكان حتى المطاعم، خلي بالك المطاعم السيفن ستار دلوقتي برضو بتلاقي قطه تحت عارفين أنا ترابيزه. وروان كده يعني. روان هنزل لكم صوره ليا انا وروان، هتلاقوا شبه كبير قوي قوي بيني وبينها. يعني كلهم أيوة. بيقولوا لي روان آه. لا يا وليد يلا بقى. ايوه انتوا شربتوا الشاي؟ طب هنشربه. انا هقفل معاكم بقى وهنروح مكان تاني. ويا ريت هي عايزه تقول لكم اقفل معاكم ويا ريت ما نشوفش بعض تاني. احنا كده اخرنا مع بعض. يلا باي باي. هنا يا جماعة عند سيتي درينك. صراحة الفروت سلطات بتاعته جميلة. أنا برضو كلاسيكية قوي، يعني ما بحبش الحاجات السموزي والآيس كوفي والحاجات دي ما بحبهاش، فأنا بطلب الفروت سلطات. صراحة الفروت سلطات تحفة، يعني فيها مانجا وكنتالوب وخوخ وبرقوق ورمان. هو حلوة بس أوي أوي. بيبقى عنده ضمير في الشتاء لان ما عندوش زبائن كتير فبيتوصى، لكن في الصيف طبعا ما صراحة نقدرش حلوة نحكم أوي، عليه. حلوة جدا يعني. أتمنى إن أنتوا تجربوه. وبعد بقى ما ضربنا الفروت سلطات وكان طعمها تحفة، رحنا النادي اللي في شيراتون، وقلنا ناكل بقى لأن الوجبة كانت معانا، معرفناش ناكل من القطط اللي كانت موجودة. أنا لو شفت قطة ما بقدرش آكل أو كلب بقرف. فلما رحنا النادي حطينا الأكل، وده كان السندوتش. بصوا الوجبة دي يا جماعة، بصوا السندوتش قد رغيف العيش البلدي الكبير، وبيقسموا نصين. والسندوتش بقى هوصفهولكوا، نصه شاورما لحمة عليها طحينة وسلطة خضراء، ونصه شاورما فراخ عليها صوص تومية. هنا مخلل السوري المشهور كان طعمه تحفة، رقيق ومقرمش، وسلطة التومية بطاطس محمرة، وقطعتين كريسبي فراخ زي الكنتاكي كده بس جميلة جدا بتتبيلة هايلة. عجبتني بصراحة الوجبة، يعني الوجبة دي عايزة حد أكيل. الوجبة دي تمنها 170 جنيه عليها عرض. هنا النادي جميل جدا وعائلي جدا. النادي بتريامف سوري بشيراتون. نظيف جدا وهادي جدا وعائلي جدا. كان طبعا يوم الأحد فكان أول يوم في المدارس فكان فاضي النادي، لكن لما بيكون خميس وجمعة بيبقى زحمة جدا. وهنا نسي وليد يوريكم ان في كمان رغيف خبز تحت الفراخ. ودي بقى بعض الصور اللي اتصورتها انا ووليد.